بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أصدقائي، معكم أخوكم وليد السامرائي، هاوي ومربي صبار عراقي. اليوم أنا بصدد إنشاء موسوعة متكاملة عن حياة نبات الصبار، راح تكون تحت عنوان حياة الصبار من البذرة إلى الاحتراف. راح تضم هاي الموسوعة كل نواحي زراعة نبات الصبار وشروحات وافية لكل من يريد أن يربي هذا النبات أو الاحتراف في زراعته، وسبل الحفاظ عليه وسبل إكثاره إن شاء الله. أول جزء من هذه الموسوعة راح نتحدث به عن زراعة بذور هجائن، بعض هجائن الأستروفايتوم. الأستروفايتوم طبعا مثل ما تعرفون هو نوع من الصبار يضم العديد من الأجناس والأنواع، وبسبب هذا التنوع تنشأ به العديد من الهجائن، وبعض الهجائن تكون عالميا نادرة وذات قيمة عالية، لذلك راح نركز عليها إن شاء الله. الأمور اللي نحتاجها في زراعة بذور الصبار عموما وزراعة بذور الأستروفايتوم خاصة، أول شيء نحتاجه هو توفير البذور وتجهيزها لزراعتها، طبعا كتابة أسماء الأنواع أو توثيقها على علامات دالة، تجهيز بسيط يكون طبعا، أي شيء يعني تكتب عليه، المهم توثق أنه اسم النبات وتاريخ زراعته إذا تحتاج هذا الشيء. الشغلة الثانية هي حافظة بلاستيكية ذات غطاء للحفاظ على النباتات وتوفير رطوبة كافية ومناسبة للنبات، وأسس زراعة النبات إذا كانت أنواع كثيرة تحتاج هذه الطريقة من الزراعة، خاصة الأنواع النادرة من الصبار، وأداة لتقليب التربة ووضعها بالأسس، وهذه لتعديل سطح التربة، وبخاخ ماء وهنحتاجه بعدين. وأهم جزئية عندنا هي خلطات التربة اللي عليها لغط كبير، وهواية أسئلة تدور حول هذه الخلطات. أنا إن شاء الله راح أتحدث عن خلطة بسيطة قمت بإنشائها، إن شاء الله هتكون هي أساس لزراعة هذا النبات. ضمن هاي الخلطة وتحتوي على جزء واحد بيتموس وجزئين بيرلايت، جزئين بيرلايت وجزء واحد بيتموس، وبالإضافة لذلك بيتموس مغربل. هسه ننتقل لخلط التربة. خلط التربة تكون بهذا الشكل، طبعا بيتموس ونضع عليه البيرلايت بهذا الشكل، ثم نقوم بخلطه جيدا. طبعا من ميزات هذه التربة هي أول شيء المسامية الموجودة العالية الموجودة بها بسبب وجود كمية كبيرة من البيرلايت، ووجود البيتموس اللي يحتوي على مواد مغذية كثيرة كافية لإنعاش نبات الصبار في مراحل البدائية من نمو هذا النبات. والأمر الآخر هو تصريف المياه، لأن مثل ما تعرفون هو نبات الصبار ما يحتاج أو يعاني يعني بالدرجة الأولى من زيادة المياه، لذلك احنا دائما نبحث عن التربة اللي تكون خفيفة وجيدة التصريف في سبيل الحفاظ على هذا النبات في مراحل النمو الأولية منه. الآن بعد تجهيز هذه التربة، بعد خلطها عندي هذا الأصيص اللي راح أزرع به إن شاء الله، نقوم بتعبئته بهذا الشكل. راح أترك مسافة بالأعلى. مثل ما تعرفون أنه البيرلايت يكون خفيف الوزن ويطفو في الماء،
يعني يطفو فوق التربة، عنده سقاية خاصة. لذلك اترك مسافة سنتيم أعلى الأصيص، يعني أعبي التربة وأترك مسافة سنتيم أعلى الأصيص. أوضع به البتموس المغربل اللي تحدثنا عنه مثل ما تشوفون هنا. هذا البتموس مغربل ناعم يكون. نوضعه بهالطريقة. على القصيص. هذا القصيص الثاني أيضا نفس الطريقة. مثل ما قلنا نعوف مسافة مناسبة على القصيص، تقريبا سنتيم على القصيص. نوضع به بتموس مغربل بهذا الشكل. غربلة البتموس هي في سبيل يكون ناعم، يحتفظ بالرطوبة اللي تحتاجها البذور بأول مراحل إنباتها. وشي ثاني نتخلص من طفو البرلايت، وراح يكون بالأسفل التربة الجيد التصريف حتى نتخلص بها من المياه الزائدة بهالشكل. راح أعبي كل القصص بنفس الطريقة إن شاء الله. بعد ما خلينا القصص بالتربة، خلطة التربة اللي سويناها وخلينا فوقها مثل ما قلنا البتموس المغربل، ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي ترطيب التربة وتجهيزها لزراعة البذور. بالبداية نقوم بتعديل سطح التربة بهذه الطريقة حتى نثر البذور يكون سلس وسهل وتكون يعني متجانسة. ونقوم بتجهيز حافظة بها مي، يكون المي يعني تقريبا يوصل وسط القصيص أو أكثر، في سبيل يصعد المي من الأسفل للأعلى بالقصيص مثل ما تحدثنا بالمقطع السابق لزراعة البذور. نفس الحالة نوضع بهذه الطريقة. أهم شيء بزراعة بذور الصبار هي النظافة، نظافة الأدوات ونظافة التربة. أنا التجأت لزراعة البذور بالبتموس والبرلايت وابتعاد عن التربة النهرية لعدة أسباب، من ضمنها هي النظافة، لأن حتى ما تحصل الفطريات بعدين على البذور بداية إنباتها. هسه نتركها الفترة وجيزة لحد ما تصعد المياه إلى أعلى القصيص بحيث تكون تربة مبللة بالكامل. طبعا هاي الشغلة يعني تستغرق تقريبا 10 دقائق نتركهن. بعد ظهور الماء مثل ما تشوفون أعلى القصص، يعني الماء يبين البتموس، يعني يبدي البتموس يتبلل أعلى القصيص، معناتها التربة بالكامل امتصت المي. بعد ذلك نقوم بإخراجها من الحافظة اللي بها ماء هذا الشكل، ووضعها على سطح جاف، أي شيء جاف، هنا في سبيل نتخلص من المياه الزائدة أولا، وشيء ثاني في سبيل أنه التربة تأخذ قرارها يعني بالقصيص، يعني يكون السطح اللي راح نزرع عليه أو ننثر عليه البذور
يكون ماخذ الحيز المناسب، يعني راح تكون بهذا الشكل. هسه هاي التربة بعد ما تنزل عندنا حاليا، مرور الزمن قد شوية يعني تصير بها حركة، بالمستقبل قد يصير بها نزول شوية ما يأثر، لكن حتى نضمن زوال الفراغات الهوائية اللي تأثر بالتالي على نمو النبات أو تكون سبب في احتواء آفات أو غيرها. بعد ترك الأصص لفترة وجيزة مباشرة نشرع بزراعة البذور، يعني ما ننتظر فترة كلش طويلة، نقدر مباشرة بعد مرور دقيقتين أو 3 دقائق نشرع بزراعة البذور، وراح تكون كالتالي. نخلي الأصيص هنا مثلا، هاي العلامة اللي قلنا عليها محضريها احنا مسبقا، اختصارا للوقت طبعا أنا حضرتها مسبقا. هاي البذور اللي راح أقوم بنثرها. بالنسبة لكمية البذور اللي راح ننثرها، نخلي تقريبا بين كل بذرة وثانية تقريبا مسافة نص سنتيم، في سبيل ننطي مساحة للبادرات بالنمو بعدين، يعني من راح تنبت البادرات حتى لا تصير البادرات متداخلة. طبعا أنا أستخدم إيدي دائما بهيجي زراعة تكون أدق يعني بنثر البذور، وممكن أحول مكان البذرة إذا شفتها مثلا متلاصقة مع أختها، أمر تقريبي يعني تكون بالسنتيمتر المربع 4 بذرات أو ممكن أكثر، يعني بواحدة أو 2. وهذا أفضل مثل ما قلنا. أحاول توضيحها أكثر. مثل ما تشوفون، مثل ما قلنا هي مسألة تقديرية، يعني نخلي مسافة بين بذرة وبذرة يكون أفضل هذا الشيء، في سبيل ننطي مساحة للبادرات بالنمو بصورة مستقلة. نحاول فصل البادرات اللي متلاصقة، فردها بهذا الشكل. طبعا هذا الحالة يعني ممكن انه الواحد بسرعة يشتغل بها او ينثرها بشكل اسرع، لكن أنا احاول بالمقطع هذا ابين لكم دقة العمل، في سبيل الشخص اللي يقوم بزراعة البذور بعدين ينتقي اي حالة يعني يسويها هو يكون صحيحة بالنسبة له. بعد ان نثرنا البذور وقلنا بصورة صحيحة، نستخدم أي أداة نقوم بضغطها بشكل بسيط بهذا الشكل، ضغط خفيف جدا طبعا، يعني ما نستخدم القوة وياها، مجرد تثبيت البذور بالتربة. أنزلها يعني بين قوسين، أنزلها شوية بالتربة، ما تكون على سطح التربة عالية، في سبيل نتحصل على أكبر كمية من الرطوبة اللازمة لإنباتها. هذا الشكل. بعد ذلك نقوم بوضع العلامة اللي قلنا عليها، اسم النبات اللي قمنا بزراعة بذوره بهذا الشكل. وهاي العملية بنفس التكنيك هذا اللي سويناه،
لجميع البذور بنفس الطريقة. طبعا الأفضل أنه تكون البذور نظيفة، يعني بعد قطف البذور مثل ما تحدثنا بالمقاطع السابقة عن زراعة البذور أو إنتاج البذور، لازم تكون البذور نظيفة عند زراعتها، خالية من الشوائب، لأن أي شوائب راح تتكون عليها عفن بعدين، راح يصير عليها عفن بعدين، والعفن يكون مميت بالنسبة للبادرات. النثر يكون حسب حجم القصيص، يعني هسه أنا هاي أقدر أستخدم قصيصين لزراعة هاي الكمية من البذور، وممكن أنثرها بقصيص واحد مع مراعاة المسافة بين بذرة وبذرة. بالكميات الكبيرة ننثرها نظريا، يعني ما نهتم بها بهالقدر من الاهتمام، لأن تكون كميات كبيرة فيصعب أنه تزرع بذرة بذرة. بس كل ما اهتميت بيها وزرعتها باهتمام مثل ما دا نسوي هسه، تكون نسبة انباتها ونموها منتظم أكثر. يعني هاي الطريقة للأنواع نادرة الصبار، وهي جميع الأنواع يعني تستاهل أن واحد يهتم بها، يعني جميع الأنواع الصبار بالنسبة لي جميلة تستاهل الاهتمام بها. بعد هسه بعد ما رصينا البذور بالتربة نضع العلامة اللي احنا كاتبينها مسبقا مثل ما قلنا، ساي استرياس في تاج. أنا معلمها يعني مجرد في، حتى إذا تقدر رقم تكتب عليها ومسجل بورقة مثلا الأسماء مسبقا أو رمز أو كذا، ممكن يعني حسب كل من حسب المتاح له أو حسب الطريقة اللي يحب يستخدمها. مثل ما قلنا كل الأنواع نزرعها بنفس الطريقة. هسه بعد ما أتمينا زراعة البذور نثرها وطريقة رصها ووضع علامات إلها، اكو امر مهم لازم نذكره هنا، انه حول الفترة المناسبة لزراعة بذور الصبار. افضل فترة لزراعة بذور الصبار هي فترة موسم الربيع طبعا، او خلال فترات النمو طبعا. تتوقف زراعة البذور خلال الشتاء القارص وخلال فترات الحار الشديد. اما بالنسبة للي يزرع بداخل دفيئة داخل بيت بلاستيكي فيقدر وتكون جوها منتظم طول السنة، طول أيام السنة يقدر يزرع البذور. واللي يزرع البذور مثلا بداخل المنزل يعني يقدر يزرع البذور طول أيام السنة أيضا، يعني بذور الصبار تنبت بحال توفرت لها البيئة المناسبة والجو المناسب. هسه بعد ما أتمينا عملية زراعة البذور نثرها مثل ما قلنا، نشرع بوضعها في حافظة بلاستيكية، هاي حافظة غذائية أو أي شيء، المهم لها غطاء تكون الحافظة، نخلي القصص بيها داخلها بهذا الشكل. طبعا الحافظة لازم تكون شفافة حتى يكتسب البادرات الدفء والضوء. الضوء أيضا مهم جدا بالنسبة لنمو البادرات، إذا إضاءة قليلة راح تنمو بها استطالة وتشوه يكون يعني بها. وأيضا بالنسبة للضوء عن تجربة، قلة الإضاءة تسبب ظهور العفن والفطريات على سطح التربة اللي هي تسبب تلف البذور أو تلف البادرات يعني بالتالي. هسه بعد ما جهزناه بهذا الشكل، فقرة أخيرة راح نسوي لها هي رشها بالماء، أو رذاذ الماء، في سبيل أن تحصل
البذور عندنا على أكبر كمية من الرطوبة، وهذا يعجل فترة الإنبات بالنسبة للبذور، خاصة بذور الأستروفايتوم، هي يعني من البذور السريعة الإنبات. إنباتها راح يكون أحيانا بعد يومين تنبت، أو بعد أسبوع إلى 10 أيام، إذا كانت يعني بطريقة صحيحة مزروعة وكمية الرطوبة مناسبة بالنسبة لها. مثل ما تشوفون قامت تظهر مياه أسفل الأصوص، يعني قامت تنزل من المياه، معناتها احنا وصلنا للكمية المناسبة من الرطوبة داخل الحافظة. هسه نغطيها بأول فترة، نغطيها بغطاء محكم بهذا الشكل، ونخليها بمكان ظل أو شمس غير مباشرة، يعني ما نخليها بشمس مباشرة. القصد يعني الظل ما أقصد بمكان مظلم، وإنما مكان إضاءة صناعية مثل ليد، أو مكان ما توصل لشمس مباشرة، أو مو بمكان يعني مكشوف يكون، بحيث يتعرض للعوامل الجوية بشكل مباشر، في سبيل الحفاظ على درجة حرارة الحافظة. وشيء ثاني، لا تتعرض البادرات لصدمة الضوء الشديد، ضوء الشمس الشديد، تتعرض للتلف. نبات بعد زراعة البذور تشوفها تنبت، إذا خاصة إذا كان إنباتها يعني خارجي، تنبت وتحترق بالشمس مباشرة البادرات، لأن البادرات تكون بنيتها ترفة، ما تتحمل ضوء الشمس المباشر. هذا القصد من كلامي. إن شاء الله بالمقطع القادم أو الجزء الثاني راح نتحدث بعد إنبات البادرات شلون نتصرف ويا البادرات إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحياتي، أخوكم وليد السامرائي، شكرا جزيلا لكم.